لو أنت من الناس اللي مفكرة إن التسويق هو المبيعات، شوف الفيديو ده. من أكتر الحاجات اللي بتلخبط دايمًا الناس، ودايمًا بيبقى آرائهم فيها متضاربة ومختلفة. هل التسويق هو المبيعات والّا في فرق ما بينهم؟ الحقيقة إن في فرق جوهري وفي اختلاف كبير جدًا، جدًا ما بين التسويق وما بين المبيعات. ده شغل وده شغل، ده تخصُّص وده تخصُّص، ده شخص وده شخص مختلف تمامًا. طب الأول خلّونا نعرف إيه هو التسويق وإيه هو المبيعات. التسويق هي عملية دراسة وفهم سلوك العميل، وبناء علاقة معاه وفهم اهتماماته علشان نجذبه للbusiness أو الbrand بتاعنا. أمّا المبيعات هي عملية دراسة احتياجات العميل الأخيرة علشان يشتري. يعني من الآخر التسويق هو اللي بيخلّيك تفهم العميل بتاعك، والمبيعات هي اللي بتخلّيك تقفّل البيعة والdeal معاه. التسويق بيشتغل على قنوات عمل كتير زي الإعلانات وزي السوشيال ميديا وزي صناعة المحتوى. أمّا المبيعات بتشتغل على البيع المباشر، لازم تبيع للعميل من خلال مكالمة تليفون، من خلال meeting إلى آخره. التسويق هدفه إن هو يجيب عميل ويخلّيه عميل محتمل، أمّا المبيعات هدفها إن هي تخلّي العميل المحتمل عميل حقيقي اشترى المنتج أو الخدمة. التسويق بيشتغل على scale أوسع، على جمهور عام، أمّا المبيعات بيشتغل على فئة معيّنة وفئة محددة أوي من الscale الكبير اللي أنت اشتغلت عليه ده. التسويق هتخلّيك تستخدم السوشيال ميديا إن أنت توصل لآلاف أو لملايين، أمّا المبيعات هتخلّيك تبيع لعدد محدد هم اللي عايزين يشتروا منّك. فهندّي مثال بسيط، لو عملت إعلان، الإعلان ده وصل ل100,000 شخص، ال100,000 شخص دول منهم 100 بس هم اللي فعلًا مهتمين إن هم يشتروا المنتج أو الخدمة بتاعتك. هنا دور التسويق إن هو يوصّلك لل100 دول. طب ال100 أنت عايز تقعد معاهم علشان تبيع لهم حقيقي، ال100 هيبقوا 50. هنا انتهى دور التسويق وجه دور المبيعات اللي هو يقعد مع ال50 شخص من ال100 اللي أصلًا أنت جايبهم من ال100,000، هيقعد مع ال50 شخص هيبيع ل15. هنا دور التسويق انتهى وجه دور المبيعات اللي هو لمّا هيقعد فعلي مع ال50 شخص دول، قدرته وشطارته إن هو يقدر يقنع أكبر نسبة من ال50. فالتسويق وصّلك لل100,000 وبنى ثقة ما بينك وما بين 100. هم خلاص هم واثقين في الbrand بتاعك، ولكن مش كل ال100 عندهم القدرة أو عندهم الوقت إن هم يشتروا منّك. هم ممكن ما يشتروش منّك دلوقتي، ولكن هم خلاص واثقين فيك، ولو حابين يشتروا منّك بعد كده هيشتروا منّك. فال100 منهم 50، طب ال50 منهم 15 فعلًا اشتروا منّك. فده الفرق ما بين التسويق والمبيعات. التسويق وصّلك ل100,000، إنّما المبيعات وصّلتك ل15 بس، ودي نسبة طبيعية جدًا، جدًا، جدًا. أنت مش هتبيع لل100,000 كلّهم، وحتى مش هتبيع لل100 كلّهم. أنت دور التسويق إن هو يوصّلك للناس دي، والمبيعات إن هو يقفّل معاهم. فببساطة التسويق هدفه يجيب لك ناس، المبيعات هدفه يجيب لك فلوس. علشان كده الاتنين لا غنى عنهم في أي شركة. أي شركة كبيرة هتلاقي فيها قسم للتسويق وقسم للمبيعات. الشركة اللي هتلاقي هما الاتنين في نفس القسم، أعرف إن هما عندهم خلل إداري كبير جدًا، وهتلاقيهم دايمًا بيشتكوا من التسويق وبيشتكوا من المبيعات. الاتنين بيشتغلوا بشكل منفصل عن بعض، ولكن الاتنين شغالين parallel، يعني شغالين بالتوازي، ده شغال وده شغال، ولكن عمر ده ما هيركب على ده والاتنين هيتقابلوا، لإن ده شغل وده شغل، دي طريقة إدارة ودي طريقة إدارة. فلو عايز تضمن أكبر business growth للbusiness بتاعك، لازم تحط استراتيجية واضحة لتيم التسويق واستراتيجية واضحة لتيم المبيعات. في الحقيقة هم هيتلاقوا قدام إن هم يكبروا الbusiness ده، بس ده شغال لوحده وده شغال لوحده. فلو ادينا مثال شركتين، شركة عندها تيم تسويق وما عندهاش مبيعات، وشركة عندها تيم مبيعات ولكن ما عندهاش تسويق. الشركة الأولى عندها تسويق، هتوصل لأكبر عدد من الناس، ولكن هيبقى صعب جدا جدا إن هي تبيع. أما الشركة التانية عندها تيم مبيعات ولكن ما عندهاش تسويق، محدش يعرفها،
تيم المبيعات لمّا هييجي يبيع، هيبيع لناس ما حدش يعرفها. مين إيه الhistory بتاعك، إيه خبرتك، إيه الميزة التنافسية بتاعتك، فهيبقى صعب جدًا، جدًا على تيم المبيعات إن هو يبيع. فلو أنت صاحب business وعايز تشتغل صح، لازم تعمل integration ما بين المبيعات والmarketing. لازم هُم الاتنين يكونوا ماشيين باستراتيجية حقيقي مختلفة في الفنيات أو في الtechnical، ولكن كهدف أو كtarget أنت عايز توصل له هُم الاتنين شغالين عليه. هتقول لي طب إيه أفضل خطة أحطها أنا كbusiness owner أو كصاحب عمل يخلّيني أضبّط الintegration أو الربط ما بين الmarketing والsales؟ الأول حُط target سنوي، حُط خطة لزيادة المبيعات عندك خلال سنة، لازم تعمل growth للbusiness بتاعك خلال سنة. خلال السنة دي هتعمل 4 milestone، كل quarter هتقف وقفة، كل 3 شهور هتقول أنا حققت الtarget بتاع الquarter ده والّا لأ. طب هنمسك quarter من ال4، كل quarter فيهم قسّمه هو كمان 3، يعني كل شهر هيبقى عندك target تقدر تشتغل عليه لتيم التسويق، وتقدر تشتغل عليه لتيم المبيعات. فهنمسك مثلًا بدايةً أول شهر، أول شهر تيم التسويق لازم يحط خطة إن الbrand بتاعك يتعمل له brand awareness قوي جدًا، جدًا. لازم يتحط content plan للbrand بتاعك علشان الناس تعرفه وتثق فيه. لازم يتحط خطة للإعلانات الممولة وتستهدف بدقة الفئة اللي أنت عايزها. وقبل ما تعمل كده لازم تكون دارس العميل بتاعك، دارس سلوكه، وعامل market search قوي جدًا. على الجانب الآخر تيم المبيعات هيكون بيحضّر لسيستم CRM قوي، ودي واحدة من أكتر الحاجات اللي أي business بيغفل عنها، إن هو يكون عنده سيستم CRM. طب هو إيه الCRM؟ اللي هو الcustomer relation management. لازم يكون عندك سيستم إدارة العملاء. أقوى حاجة أنت لازم تشتغل عليها في الbusiness بتاعك هو العميل. العميل هو رأس مالك، علشان كده لازم تهتم إن هو يكون مبسوط معاك. حتى العميل ده لو ما اشتراش منك، حتى لو ما حصلش إن أنت بِعت له، لازم تكون علاقتك معاه قوية جدًا. طب اشترى منك وخلاص، ما اشتراش منك تاني، لازم تكون باني علاقة ما بينك وما بينه طيبة جدًا، جدًا. زي ما قُلنا قبل كده الcustomer journey، رحلة العميل لازم تهتم بيها من أول لمّا بييجي لك عن طريق التسويق، بغض النظر بقى هو جاي لك من أنهي funnel، يعني جاي لك من السوشيال ميديا، جاي لك من إعلان، جاي لك من أي طريق إن كان، هو جالك بقى عميل محتمل. لازم تيم المبيعات يدرجه أو يسجله في system الCRM، علشان بدايةً من هنا هو خلاص هو بقى عميل محتمل بالنسبة لك. فعلشان كده لازم تركّز معاه أقصى تركيز، لازم تعرف اهتماماته، لازم تعرف هو محتاج إيه. طب هو المنتج أو الخدمة اللي أنت بتقدّمه هل هو محتاجهم فعلًا دلوقتي والّا محتاجهم بعد شهر والّا محتاجهم بعد سنة؟ بناءً عليه أنت هتقدر تصنّف وتقيّم العميل ده في أنهي class، خصوصًا لو العميل ده حسّيت منّه إن هو عميل جَد، هو فعلًا عايز يشتري، ولكن في بعض الحاجات اللي ممكن تكون مقلّقاه أو مخلّياه مش قادر ياخُد القرار إن هو يشتري دلوقتي. بغض النظر عن القرار، في حاجات أنت ما لكش يد فيها، حاجات مادية، حاجات شخصية، بغض النظر، ولكن المهم اللي أنت تبقى على طول على تواصل معاه. أي عروض جديدة بتبعتها له، لو في تسهيلات بتبعتها له، لو في مناسبات لازم تكون على تواصل دائم معاه. ولو قال لك إن هو خلاص هيشتري وما اشتراش واتأخر، لازم تعرف هو إيه السبب اللي معطّله. لو سبب أنت قادر إن أنت تحله له أو تعمل له تسهيل، لازم تعمل كده. لازم تشتغل على رضا العميل بتاعك، لازم تضمن له جودة المنتج، وده هيضمنه من التسويق. لازم تعمل تسويق قوي يخلّيه لمّا ييجي يشتري يكون واثق في المنتج أو الخدمة اللي هو بيدفع فيهم فلوس. لازم ترضيه، لازم لو أنت بتقدّم منتج يكون فيه خدمة ما بعد البيع، لازم يبقى فيه ضمان، لازم يبقى فيه دعم، علشان يحس بالاطمئنان، يحس إن هو اشترى فعلًا منتج هو يستاهل كل قرش هو دفعه فيه.
وبكده نكون وضحنا الفرق ما بين التسويق والمبيعات، علشان اللخبطة اللي بتحصل كتير جدا جدا عند البيزنس اونر او اصحاب الستارت ابس الصغيرة اللي لسه بتبدأ ومش فاهمين الفرق ما بين ده وما بين ده، وبيستنوا ان السوشيال ميديا او الاعلانات هي اللي تشغلهم وهي اللي تدخل لهم اوردرات على طول. ممكن ده يحصل اول فترة، ممكن انت بدأت البيزنس بتاعك عملت اعلانين ثلاثة ويكون الاستهداف بتاعهم كويس، يجيبوا لك اوردرات كويسة، ولكن مش ده اللي هيحقق لك الاستمرارية، مش ده اللي هيحقق لك نمو وعمل طفرة في البيزنس بتاعك، مش ده اللي هيخليك مثلا الشهر ده انا ببيع باكس، الشهر اللي جاي او بعد الكوارتر اللي جاي انا ببيع ب 10 اكس. لا، لازم تكون ماشي بالسيستم اللي احنا اتكلمنا عليه، يكون عندك سيستم للتسويق، يكون عندك سيستم للمبيعات، والاتنين انتجريتد لبعض والاتنين مرتبطين ببعض علشان تحقق البيزنس جروث اللي انت عايزه.